توبة 30 فنان وفنانة في شهر ذو الحجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيبين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. اللهم اغفر لأبي وأمي وعلمائنا ومشايخنا وسائر أموات المسلمين. حقيقي لما بشوف فنانة تابت أنا بفرح بجد، وأكيد كلكم زي بتفرحوا، ولكن تعالوا بالراحة كده أول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا لي يعني إيه توبة الأول؟ التوبة كما عرفها أهل العلم هي الرجوع إلى الله تعالى وترك المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليه. ركزوا معي عشان هقول لكم كلام مهم دلوقتي. وهي واجبة على كل مسلم من جميع الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة. وطبعا القرآن الكريم قص علينا أحوال التائبين زي قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عنه في غزوة العسرة وصدقوا في توباتهم وندموا على تخلفهم حتى ضاقت عليهم أنفسهم فقبل الله توبتهم. الكلام اللي هقوله ده أولا ليس تأله على الله ويشهد ربي على ذلك، ولكن نفسي أقول حاجة. معظم الفنانات اللي قالوا تبنى بيقولوا في سن كبيرة، وماشي هتقولوا لي لما الهداية تيجي وربنا بيريد ونعمة بالله، لكن لما الأضواء تبعد عنهم ويكونوا عملوا خميرة تمام ويقول لك تبنى. طب أنا ما دخلتش في نية حد طبعا، قلت لكم اعتبروها فضفضة معاكم. طيب شروط التوبة عقد العزم على عدم الرجوع. طب معظمهم رجع تاني بس مع اختلاف بسيط، حاطط حته قماشه على شعره كده وايه على راسه ونص شعرها باين وتقول لك انا لابسه حجاب، حاطه كومبوهيه على وشها اللي بيسموها مكياج وتقول لك انا كده توبت تمام. وبيحضروا نفس الحفلات والجلسات اللي مع الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات ويقول لك والله ده تكريم الفنانين والفنانات، وبرضه يقول لك تبني الى الله. والله يا اخواني ده فساد اكتر منه الاصلاح. ليه؟ لانهم بيفتنوا البنات والشباب والشابات. ما العيله من دول بتطلع تقول لك انا برضو تائبه ولابسه حجاب زي الفلانه الفلانيه الفنانه اللي تابت الى الله، اللي هي مين؟ فلانه اللي لابسه بنطلون دي وحجاب، حجاب بنطلون وحجاب ومكياج وتمثيل. لا ده بتمثل دور الام ودور الاخت الكبيره، لا كده تمام. ايه يا شباب؟ ايه يا ناس؟ احنا كده فعلا بينضحك علينا. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليه، لكن فعلا الشباب بيتغرر بيه لما تطلع فنانه من دول فلانه الفلانيه وانتوا عارفين ايه وتقول لك انا تبت الى الله، تختفي بالظبط سنتين ثلاثه وتطلع بنص شعرها وحاطه مكياج وطالعه بحجاب صغير. تطلع الفنانه من دول فلانه الفلانيه مدام سوس وانتوا عارفينها برضو، تطلع بعد ما لبست الحجاب وتابت الله وقعدت في البيت رجعت تاني نكشت شعرها هي مدام شوشو وانتوا عارفينها برضو وضربت شعرها في الخلاط وطلعت تاني قالت لك الحجاب حجاب القلب. واخرهم اللي طالعه حنان شوقي ربنا يهديها ويصلح حالها، طالعه تقول لك الحجاب مش حجاب اللبس، حجاب البصر، حجاب اليد، انا محجبه واللبس ده حجاب ده حجاب شغل، لكن انا محجبه عينا ولسانا وقدما وشعر. انتوا طبعا سمعتوا الحوار اللي كان مستفز العالم ديت. فانا والله طبعا عارفه ان الصفرة هتقول لي سامعاها بتقول لي يا اخي الصيد ما دخلتيش في قلوبهم والله اعلم سبحانه وتعالى هيقبل من مين وممكن ما يقبلش منك. انا قلت لم اتألى على الله، لم اتألى وما دخلتش في نية حد، انا بقول فضفضه، سيبونا فضفض بل ما طرشق من جنابي. للاخت اللي طالعه ديك النهار يقول لك توبه الفنانه فلانه الفلانيه. طب تابت ازاي؟ انا همثل بالحجاب والمكياج وبتمثلي ان ده زوجك وتمثلي ان ده حبيبك وتمثلي ان ده خطيبك وتمثلي ان ده اخوك وتلاقي الاحضان شغاله والقبلات شغاله كل حاجه شغاله. هو مش ده زينه؟ هو مش ده حرام شرعا؟ هو الحجاب بالنسبه لكم ايه؟ حته قماشه بتحطوها على جسمكم زياده عشان تقولوا تحجبني؟ لا، احنا قلنا من شروط التوبه في الاول خالص ايه؟ قلنا ايه؟ الرجوع الى الله وترك المعصيه والندم على الفعل. انتوا ما ندمتوش، انتوا رجعتم تقريبا عاملين ربنا يعافينا ويعافيكم يا جماعه زي اللي بيشربوا مخدرات، بيبقوا خلاص ادمنوا الشهره، ادمنوا الاضواء، ادمنوا اللي بيسموه ايه السوكسيه اللي هو التسقيف الحاد والمدح والثناء، ادمنوا هذا الامر فما بيقدروش يستغنوا عنه. لما بيقعدوا شويه في اوضه ضلمه بعيد عن الاضواء لا بيتخانقوا ما يعرفوش يعيشوا. والله اعلى واعلم الا برضو الا ما رحم ربي، انا ما بظلمش حد، لكن اقوالهم وتصريحاتهم هي اللي تظلمهم. لما تطلع تقول لك الحجاب حجاب القلب وليس، لا، في هدي ظاهر وهدي باطن، في الحجاب اللي فوق وهدي داخلي، هدي داخلي البعد عن كل انواع المعاصي والموبقات،
طيب شوفوا طبعا حضراتكم سمعتوا العنوان وقرأتوه وهتقولوا يا اخصائيه هما فين 30 فنان تابوا؟ شوفوا مناظرهم امام الحرم، شوفوا مناظرهم وهم في مكه، بجد حاجه تشرح القلب غير خالص. يعني جابوا فنانه الست الهام، مش هقول اسمها كامل انتوا عشان عارفين انها بتقاضى اي حد. الصبح هي وليلى فلاني كانت امام الكعبه، وبالليل كانت في حفلات سهرات مع الامراء بيحتفلوا بيها في السعوديه، ومرحبا بيك في السعوديه بيتك الثاني. الله المستعان. وسمية الخشاب اللي ادوها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وادوها سيف النبي صلى الله عليه وسلم، له طبعا يعني مش سيف النبي ولا ختمه، ولكن هو تقليد لسيف النبي صلى الله عليه وسلم والختم بتاعه. طيب كرموها على ايه سمية الخشاب؟ ماذا فعل سمية الخشاب؟ ده انتوا معظم العلماء محبوسين ومقيدين، يا اما مقيدين في السجون يا اما مقيدين في بيوتهم. تقييد الكلمة، تقييد فين؟ الدنيا ماشية بالشقلوب، الدنيا ماشية بالشقلوب. الفنانين دول بجد عاملين لي ارتكارية، عاملين لي حساسية، عاملين لي عقدة، هم السبب افساد المجتمع كامل حقيقي. والامر ده مش من دلوقتي، الامر ده بيتأصل له من سنة اربعينات وخمسينات لما بدأت السينما المصرية تنشهر في مصر، ويكونوا الفنانين والفنانات من اليهود والجماعة الماسونيين والجماعة النصارى. وان كان زمان الفنان يسموه المشخصاتي، وما كانش يقبل له شهادة في المحكمة، وما كانش يقبل اي عائلة محترمة ان تزوجه من بناته. هو ده المشخصات بتاع زمان. طلع دلوقتي نمبر 1 ونمبر 2 والفنانه الفلانيه والفنانه الفلانيه، ونضرب لها تعظيم سلام، وتنزل عند اي امير عربي ما تعرفوش تعمل لها ايه. عامل زي فتح مكه بالظبط. الله المستعان. فانا بجد لما حد بيقول لي الفنانه دي تابت، انا مش بصدق وبقول يا ريتهم يتوبوا. عارفين ليه؟ مع انكم هتختلفوا معايا، لانهم مش بيتوبوا فعليا، مش قطعيا كده انا تبت واترزعت في البيت وتبت الى الله بيني ومصحفي ومسجدي وقراني وصلاتي. ابدا. ده بتطلع تخيلك كده زي الايه، زي انثى العنكبوت، طالعه لابسه حجاب صغير كده مبينه نص شعرها زي ما قلنا، البنطلون المكياج، وطالعه تخيلك انا تبت الى الله. انا وقت مش بعمل اي ادوار الا ادوار ايه. توبوا بقى، توبوا يرحمكم الله، توبوا توبة صادقة بجد. أسأل الله التوبة، وأسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يثبتنا على الحق. وبرضه بكرر وأقول عشان الصفرة مش كل شوية تقول لي في التعليقات وأنت دخلت بقلبهم يا خصائية، أنا قلت فضفضة وليس حكم على أحد. فضفضة من حرية رأي مكفولة للجميع يا جماعة. زي ما هم بيطلعوا يشتموني ويقول لك المنتخبة دي إرهابية والمنتخبة دي بتسرق ومش عارفة إيه والملتحي ده إرهابي، إحنا كمان من حقنا، هو من حقهم هم يبدأوا رأي فيني، ولما نيجي نقول رأينا فيهم خلاص الدنيا تقوم ولم تقعد. طبعا العنوان اللي كاتباه ده هو تمني من الله ان الناس دي تتوب بجد، تمني من الله الناس دي ترجع الى الله، تمني من الله ورجاء انهم فعلا يصدقوا توبه مع الله. صدقوني التوبه طعمها حلو قوي. يعني شوفوا المغنيين اللي تابوا خالص ولجوا الى الله، شوفوا حياتهم اتغيرت ازاي 360 درجه. انا اتمنى انكم فعلا تموتوا على حسن خاتمه ان شاء الله. اسال الله لي ولكم حسن الخاتمه، ان يتوب علينا وعليكم، اللهم امين. ومحدش يزعل من كلامي، دي كانت فضفضه اخصائيه. جزاكم الله خير، اراكم فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.